السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ احنا بقى ايه بعد ما عملنا الشعرية؟ قلت بقى ايه نغرفها مع بعض واوريها لكم. قبل ما اقول لكم على الطريقة، ايه رأيكم يا حبايبي؟ شعرية دي بقى ولا كنافة؟ معانا هنا زبيب ووزداني، معانا هنا سكر، معانا هنا لبن، معانا هنا قشطة وش اللبن، معانا اهو وش اللبن. ومعانا شعرية تحفة، الريحة مش قادرة اقول لكم. عملناها بالعود القرفة ده يا حبايبي. اللي اتفضلوا بقى معانا، شوفوا انتوا عايزين ايه. احنا معانا هنا سكر، اللي عايز يحط سكر احنا حاطين سكر هنا، وهي بتستوي حاطين. ممكن تضيفوا اضافة كده معلقة كده، معلقة سكر. وممكن تحطوا معلقة زبيب، تحطوا زبيب كده عليها كده يا حبايبي. وممكن تحطوا سوداني. الله الله على الطبق الجميل ده. والله عيالكوا كده، عيالكوا هم قاعدين بيذاكروا كده هتفتحوا نفسهم بطبق جميل زي ده، وحاجة على قد الايد. لا اشترينا حاجة من بره، عندنا الشعرية في البيت، عندنا اللبن حطينا كده. يعني تقدموها لولادكم كده، حبة زبيب على سوداني على طبق شعرية باللبن كده، حاجة تفتح النفس. ومعانا هنا اللي عايز يحط ايه، اللي عايز يضيف كمان قشطة. وش القشطة اهي يا حبايبي، ممكن تضيفها كده معاها. الله الله الله. وممكن تزودوا مثلا ايه، تزودوا لبن تخلوها طرية. لو عايزين تزودوا لبن يعني تحطوا مثلا ايه، تحطوا كده اللبن اهو معاكم اهو، تزودوا لبن عليها كده كده يا حبايبي، تزودوا اللبن. وايه وعايزين تحطوا سكر حطوا. بس انا عندي ولادي بيحبوا ايه طبق حلو كده. ده ايه ده، كنافه ده ولا ايه يا ولاد؟ ده كنافه ولا ايه؟ والله طبق يفتح النفس. هقدمه كده لولادي وهم قاعدين كده، قاعدين بيذاكروا، تقدموا لهم طبق زي ده كده. وطبق ممكن تحط عليه لبن لوحده كده. عايزه تضيفي مكسرات عايزه. والله طريقه سهله جدا. وتعالوا بقى اقول لكم احنا عملنا الشعريه التحفه دي ازاي. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ احنا بقى هنعمل معاكم طريقه الشعريه بالسكر، الشعريه باللبن بالسكر. حطينا هنا اهم حاجه حبايبي يعني ايه، حته سمنه بلدي سيحناها معلقتين. وحطينا ايه، معانا هنا كيس شعريه، هنحطه على معلقتين السمنه كده حبايبي. كيس صغير اهو، ده 350 جرام، كيس صغير. ومعانا هنا الشعريه، هنقلبها كده مع معلقتين سمنه بلدي يا حبايبي. انا بصراحه بستعمل السمنه البلدي مش في كل حاجه يعني، بس لما احب اعمل حاجه كده حلوه بحط فيها حته سمنه بلدي كده، على اساس تديلها ايه التيست والطعم الجميل يعني. فاحنا معانا كيس اهو، حطينا الشعريه، واخدين بالكم بمعلقتين سمنه بلدي. هتاخد اللون كده حبايبي، هتاخد اللون البني، واجيلكم ان شاء الله. ورجعنا لكم يا حبايبي، وعملنا الشعريه حمرناها اهو، حطينا عليها عود قرفه. وانت بتحمريها كده حط عليها عود قرفه كده. عود القرفه ده بيديلها طعم بقى ايه جميل جدا. ونزود هنا معانا هنا السكر. نحط معلقتين سكر كده حبايبي، وهي بتستوي كده معلقتين سكر. واللي عايز يزود بعد كده لما يجي ياكلها يزود، ممكن تزودي سكر وتزودي لبن، تزودي قشطه زي ما انت عايز. دول معلقتين سكر اهم يا حبايبي، وعود قرفه اهو، عود قرفه عليها اهي. واتحمرت معانا، خدت اللون الذهبي الجميل زي ما انتم شايفين كده، اللون الذهبي الحلو ده. الولاد بقى طول ما هم قاعدين بقى في الشتاء عايزين ياكلوا حاجه حلوه،
ما عندكيش حاجه حلوه، ابسط حاجه اعمليها شويه لبن وحمري الشعريه وحطي عليها اللبن واكلها لهم الف هنا وشفا يا رب. احنا كده ايه اتحمرت معانا. هنضيف الاول عليها ايه كوبايه ميه. دي كوبايه ميه سخنه كده يا حبايبي، وكوبايه لبن معانا اهو. كوبايه لبن كده، كوبايه لبن. وايه ونقلب بقى كله مع بعضه كده. نقلب كده الشعريه كده وعود القرفه كده معانا فيها، ونقلب السكر كده فيها كده يا حبايبي. كده كده ايه الشعريه باللبن. طول ما انتوا بقى قاعدين في البيت اعملوها، هتدي طاقه للولاد وهم قاعدين بيذاكروا كده. اعملوا لهم طبق حاجه حلوه زي دي، ابسط حاجه عندك اعمليها هتدي لهم طاقه وهتغذيهم وايه ويبقوا دافيانين والف هنا وشفا. هرجع لكم لما تستووا ونقدمها مع بعض. يلا بقى يا حبايب قلبي، ما تنسونيش بقى في اللايكات الحلوة والاشتراك عندي في القناة، وما تنسونيش بقى في اللايكات الحلوة بتاعتكم. وانا بتبسط وبفرح قوي قوي لما تشتركوا عندي في قناتي، وقولوا لي ايه رأيكم في طبق الشعرية التحفة ده. يعني والله حاجة ما فيش بعد كده، حاجة على قد ايدينا، وحاجة بتدي طاقة للولاد وهي بتذاكر، وحاجة حلوة. ما لقيتيش عندك حاجة حلوة؟ ابسط حاجة وش اللبن خدنا القشطة بتاعته، وطبق شعرية عملناه بالزبيب والسوداني، مكسرات حلوة اهي بتاعتنا. واللي يعجبك، عندك فستق، عندك لوز، عندك اي حاجة، كل واحد على قد ايده. وهنا عملناها كده ايه، عملناها بالسادة، سقناها لبن هنا اهي. ويا حبايبي اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.